وسهلا، مرحبا بكم في قناة الأخوات الثلاث مع وصفة جديدة. طاجين بالسردين كيجي بنين ورائع. كنتمنى الوصفة تنال الإعجاب ديالكم وتجربوها. خليكم مع المقادير. هنا بالنسبة للمقادير فاحنا كنحتاجو السردين اللي كيكون منقي مزيان ومغسول. هنا أول حاجة غادي ناخد القزبور ومعدنوس اللي كنطحنوهم مزيان، كنضيفو معاهم تقريبا واحد 4 ديال الفصوص ديال الثومه محكوكين. هنا غنضيف التوابل، هنا عندي التحميره او البابريكا، الكمون، البصار والملحه وعصير ديال نص حامضه. وهنا الهريسه اللي بغى يديرها اختياريه، اللي ما بغاش يعني على راحتكم. هنا غادي نضيف الماء المقادير وغادي نخلطهم مزيان. من بعد غادي نضيف السردين، غادي نحاول نعمر هاد السردينات اللي عندي صافي ونحتفظ بهم على جنب. هنا كناخد ديك الشرموله اللي بقات عندي، كنضيف ليها شويه ديال الماء وغادي نضيف ليها هنا تقريبا عندي واحد 3 ديال البطاطات اللي كنقطعوهم على هذا الشكل، وعندي هنا 2 خيزوات اللي كنقطعوهم على شكل دوائر. صافي كنخليهم يبقاو في الشرموله. خليكم مع تتمه الفيديو. هنا بالنسبه للخضره اللي غادي نستعمل، هنا عندي بطاطا، خيزو والفلفله ومطيشه والبصله. اول حاجه غادي ناخذ الطاجين، غنضيف ليه زيت نباتيه. من بعد غادي نضيف ليه هاد العويدات ديال القزبر. من بعد غادي نضيف هنا عندي تقريبا واحد 2 بصلات خضاريه كنقطعوهم على هاد الشكل. صافي غادي نبقى نضيف الخضره ديالي. هنا بديت بخيزو باش حيت شويه كياخذ الوقت. غادي نضيف البطاطا من الفوق. من بعد غادي نضيف مطيشه كما كتشوفوا في الفيديو. صافي هنايا بعد ما ضفت هاد المكونات غادي ناخذ ديك الشرموله اللي بقات ليا، غادي ندير ليها شويه الماء صافي، وغادي نسد على الطاجين حتى كيدخل الطياب البطاطا وخيزو. عاد غادي ناخذ السردين وغادي نحطو من الفوق حيت هو دغيا كيطيب، ما كياخذش لينا وقت. وصافي غادي نضيفو ليه الفلفله من الفوق. هنا اللي بغى يديرها مشويه يديرها، انا درتها خضراء باش طيب. هنا غادي نضيف واحد مطيشه صغيره كنقطعها وكنضيفها من الفوق، القزبور ومعدنوس، وما نساوش واحد شويه ديال قطرات ديال الزيت العود باش تعطينا واحد النسمه. صافي وكنخليو الطاجين ديالنا حتى كيطيب.
وهذا هو الشكل النهائي ديال الوصفه ديال اليوم، طاجين بالسردين، كيجي رائع وبنين وسهل. كنتمنى الوصفه تنال الاعجاب ديالكم وتجربوها. الى اللقاء.